أن من أقبح الأمور ألا يدري المرء أنه معاقب. من أقبح شيء أنك ما تحسش أن ربنا بيعاقبك. فربما كانت العقوبة خفية فتكون في ترك عبادة أو بنزع لذة من عبادة وأنت مش حاسس بدي. الواحد بيبقى معتقد أن أنا صاحي أهو باكل وبشرب وماشي، يبقى يبقى مفيش عقوبة. لا، ده أنت كنت بتصلي ركعتين تحس أن قلبك في السماء، النهاردة بقت حركات بس أنت مش عارف ان دي عقوبة من العقوبات. ده انت كنت بتقوم قبل الفجر بساعة ونص ولا ساعتين تصلي، بقيت دلوقتي ما بتصليش الفجر ذاته. ده انت كنت بمنتهى السهولة بتنزل تقف في الصف الاول، دلوقتي نفسك تقف في الصف الاول ومش قادر. دي عقوبات بس انت مش حاسس. فانا عايز اقول للاخ ان النعمة نفسها ان لم تكن في طاعة الله فهي من جملة العقوبة. مش كده ولا لا؟ النعمة نفسها لو ما كانتش في طاعة الله، فلوسك اللي في جيبك لو ما كانتش في طاعة الله تبقى عقوبة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. في ناس تاني أنفقوها فكانت عليهم بركة. مش كده ولا مش واخدين بالكم؟